صور لاشتباكات ضارية في حي قيل أنه جميل. المحل الذي صنف في خانة البناء الفوضوي تم هدمه من طرف السلطات المحلية، مما أثار حفيظة سكان حي المنظر الجميل ببلدية عين بنيان بالجزائر العاصمة. إغماءات، جرح وفوضى عارمة جراء الاصطدام المحتدم بين سكان الحي وقوات مكافحة الشغب. هو الصراحه صباح جبت لهم كوارط، جاو عندي قلت لهم اعطوني السبب لكم حابين تريبولي. عندي 25 سنه، الكوارط هاهم ليك، الوالي مسينيلي، المير ما حبش يجي، قلت لهم جيبوا لي تاع البلديه، قالوا لهم بالحقوا انسان هذا قديم. قالوا لهم الانسان هذا قديم عنده 25 سنه ما كاش كيفاش يريبولو. المنظر نهار اللي دخلنا لقينا الانسان هذا اكزيستي. قالوا لهم علاش حبيتوا تريبولو غليه، فهمونا عندكم حبيتوا تلحوا المرشي، اروحوا نحوا المرشي كاع ونرحلوهم. علاش غير القهوه؟ ما كسروا لهمش، يكسروا غير الواحد، باطل في باطل تشيبا باش يريبوا السيد زوالي. حنا وين نروحوا؟ حنا ما عندناش وين نروحوا. باطيمات من 62 نورمالمون يريبوا، ضربوا بكليموجان لداخل، ماشي يجوا يريبوهم الديار هادو يرحلوهم. مسيت بريمال لتحتها. وما زاد من الأمر سوءا تواجد مدرسة ابتدائية بالمحاذاة لهذه المحلات، مما زرع الرعب والخوف وسط التلاميذ. هي صور لأحداث قلما تحدث في الجزائر لكنها حدثت، والأسباب تبدو في البداية أنها واهية وبسيطة، لكن العواقب وخيمة. جوزوا العيد هنايا العواشير، كاين رونتري سكولار تاع دراري صغار، صار البروبليم هذا القوه هذه كاع. علاش يطاكيو بلي بومب كليموجان داخل الدار؟ انا عندي امه مريضه بالقلب عندها 4 شهور من اوبيرات، تيراو داخل الدار. كاميرا زير نيوز تنقلت إلى مقر بلدية عين بنيان لاستقصاء الحقيقة ومعرفة ما حدث، إلا أن المسؤولين القائمين على هذه البلدية خارج مجال التغطية، فلا رد ولا جواب في وقت تحول فيه حي المنظر الجميل إلى خراب. كل هذا ونحن في بداية الدخول الاجتماعي، فإلى متى يستمر صمت المسؤولين الذين يتقنون بامتياز لغة الهروب والتهرب من واقع المواطن البسيط؟